فيلمنا النهاردة أحداث حقيقية حصلت بالفعل سنة 2004 لبنت قاصر اتعرضت للاعتداء الجماعي بسبب شاب اتعرفت عليه من على الإنترنت، وللأسف كان تمن ثقتها فيه إنه جمع صحابه وغدر بيها. وما اكتفاش بكده، ده فضل يبتزها بصورها ويهددها بالفضيحة عشان تنفذ طلباته الدنيئة. والمرعب إن بعد أكتر من 15 سنة بنلاقي نفس الحادثة دي بتتكرر للمرة التانية، بس مع مدرسة ويوم فرحها بنفس التفاصيل بالظبط. بتنام وتصحى تلاقي رقم غريب عمال يبعت لها صورها وهي عريانة ومربوطة في كرسي، وما بتبقاش قادرة تستوعب الكلام ده حصل فيها إمتى أو فين. وقبل ما نحكي الحكاية من الأول حابين ننوه من تاني إن الملخص ده مبني على أحداث حقيقية حصلت في كوريا، بس المرة دي تم تغيير تفاصيل بسيطة في أسماء الشخصيات عشان الحفاظ على الخصوصية. وبسبب القضية دي قانون محكمة القُصّر في كوريا تم تغييره عشان يبقى أشد عقوبة. بتبدأ الأحداث مع مينا، طالبة جميلة مسالمة في حالها وملهاش في المشاكل. أكبر مشكلة ممكن تكون عملتها في حياتها مثلا إنها ما بتسمعش كلام أمها، وده بيظهر لنا لما بتوقفها مامتها قبل ما تخرج من البيت وبتسألها انت برضو حطيتي ميك اب وانت رايحة المدرسة؟ فمينا بتمشي وتسيبها بسرعة قبل ما تشد معاها، وأول ما بتوصل للمدرسة بتفضل تتمنظر قدام صحابها. أنا أخيرا هقابل كيم اللي بقى أكتر من شهر بتكلم معاه عن نتهم مرتبطين، وبتعرفهم إنه أكبر منها بدفعتين. وفعلا لما بتقابله بيكون باين عليه إنه مشدود لها، وبيروح يتغدوا سوا، وبعد ما بيخلصوا بيعدوا على صالة الكايروكي عشان يقضوا وقت لوحدهم. وأول ما القعدة بتحلو بنلاقي مينا بتتصل بأمها: قالوا يا ماما أنا أروح أسهر عند صاحبتي في البيت لأن أهلها مسافرين وهيرجعوا متأخر، أصلها خايفة تقعد لوحدها. وقبل ما أمها حتى تعترض بتقفل السكة على طول، وللأسف بتبقى كدبت لأن كيم طلبت منه تروح معاه البيت عشان يبقوا براحتهم. بس أول ما بتحس إن الكحول بدأ يأثر عليها بتقوم بسرعة وبتقوله كفاية كده النهاردة لأني لو اتأخرت أكتر من كده أمي هتقلق. لكن كيم بيرسم وش الملاك وبيعرفها إن الوقت الحلو بيجري بسرعة، فخليك 10 دقايق كمان. ولما بيتأكد إنها خلاص كده هتغيب عن الوعي بيبص لها نظرة مرعبة لأن ترجته قرب يتحقق، وبيديها إزازة دواء أعشاب بحجة إنه هيضيع تأثير الكحول اللي شربتيه. ومن هنا بقى بتبقى بداية الجحيم لأنه بيكون حاطط لها منوم فيها. وبعد فترة لما مينا بتبدأ ترجع لوعيها بالتدريج بتلاقي نفسها مربوطة في كرسي ودماغها تقيلة وعينيها مشوشة، وبتسمع صوت كيم بيكلم حد وبيقول له محدش هيجي جنبها قبلي، أنا الأول وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. وفي الوقت ده مينا بتمر بأكتر لحظة مرعبة في حياتها. بتلاقي كيم خارج من الأوضة وماسك في إيديه كاميرا وساحب وراه أصحابه وهم لابسين شرابات على وشهم، وبيغطي بقها عشان ما تصرخش وتفضح الدنيا. وبمنتهى الجحود بيفضلوا يقسموا بعضهم عليها ويضحكوا بجبروت، واللي هو احنا لازم نطلع الفيديو زي اللي اتفرجنا عليه في المواقع الإباحية عشان لما ينزل يجيب مشاهدة عدلة وناخد مبلغ محترم. والغريب بقى ان في نفس الوقت ده بس في مكان تاني بنلاقي المدرسة سون فجأة بيجي لها رسائل تهديد على الموبايل مكتوب فيها أنا المستر ولازم تنفذ أوامري يا إما، ومن غير شرح حتى بيبعت لها صورها وهي مربوطة في كرسي وغايبة عن الوعي ونص هدومها مش موجودة بنفس الوضعية اللي مينا كانت مربوطة بيها بالظبط. فبتدخل في حالة صدمة وبتفضل تبص حواليها وهي مرعوبة لأنها مش فاكرة أي حاجة ولا حتى تعرف الصور دي اتصورت إمتى ولا مين اللي عمل فيها كده. وبترجع فلاش باك يوم لورا على أمل إنها تجمع أي معلومة ممكن تفيدها، لأنها أول ما وصلت الفصل لقت الطلبة عاملين لها حفلة على الضيق ومعلقين بلالين في كل حتة عشان يحتفلوا بيها لأنها خلاص داخلة على جواز. وساعتها استغربت جدا وسألتهم عرفتوا منين أصلا لأنها مخليها الجوازة في السكرتة عشان العين وكده. لكن هيون رئيس الفصل بيكون سمعها بالصدفة وهي بتتكلم في الموبايل وبتتفق على تجهيزات الفرح. وفي آخر اليوم لما دخلت أوضة المعلمين لقت الطلبة سايبين لها هدايا على المكتب ومن ضمنهم كوباية القهوة اللي بتحبها، ويا دوبك شربتها من هنا وما حستش بالدنيا غير تاني يوم وهو هيون بيصحيها لأنها نامت على نفسها في المكتب. وقبل حتى ما تستوعب إيه اللي حصل ولا إزاي نامت على نفسها بالمنظر ده بتلاحظ إن إيديها عليها علامات لونها أحمر أكنها كانت مربوطة منها. وفجأة بيتبعت لها رسالة تهديد ومعها صورها من رقم غريب حاطط صورة عروسة الماريونيت، ودي العروسة اللي بتتحرك عن طريق الخيوط لأن المجرم بيتعامل مع ضحاياه على إنهم لعبة في إيديه بيتحكم فيهم بالخيوط اللي هي الصور والفيديوهات اللي ماسكها عليهم. نرجع بقى لمينا من تاني لأنها أول ما بتوصل البيت بتتصدم بنفس رسالة التهديد والصور ومعها فيديوهات كمان، فبتنهار من العياط لأنها ما بتبقاش عارفة المفروض تتصرف إزاي في المصيبة اللي هي فيها. وعشان أمها ما تحسش بحاجة بتعمل نفسها نايمة بسرعة قبل ما تشوفها في الحالة دي وتعمل لها تحقيق. أما سيون فبتبعت رسالة للرقم اللي بيهددها عشان تفهم هو مين وعايز منها إيه، لكن كل ردوده عليها أنا الماستر فلازم تنفذي أوامري.
وساعتها ما بيبقاش قدامها حل غير إنها بترجع لتسجيل كاميرات المراقبة اللي في المدرسة يوم ما نامت على نفسها عشان تكتشف مين اللي كان سايب لها القهوة في المكتب. لكن الأمن بيوضح لها للأسف اليوم ده كان في عطل في الكاميرات، فبتستوعب إن كل حاجة كانت مترتبة من الأول، وبتحاول تتجاهل الخوف والصدمة اللي جواها وبتتعامل بشكل طبيعي عشان خطيبها وأهله ما يحسوش بأي حاجة لما تقابلهم عشان يتفقوا على ترتيبات الجواز، وده لأنهم بيكونوا متعلقين بيها جدا، فأكيد لو شافوا حاجة زي دي عليها الموضوع يكون صعب من كل الجهات. لكن المجرم ما بيبقاش سايبها في حالها وبيتعمد يبعت لها رسائل تهديد في اللحظة دي وبيسألها يا ترى بقى أنت لابسة إيه، وزي ما يكون بيراقبها وشايف هي بتعمل إيه بالظبط. ولما ما بتردش على رسائله بيعلى بليفل التهديد وبيبعت لحماها رسالة متهكرة فيها لينك ومكتوب معاه صور فاضحة للمدرسة سين، فبتحس إنها خلاص مش قادرة تتمالك أعصابها أكتر من كده وبتجري على الحمام بسرعة. وعلى الناحية التانية مينا بتبقى جابت آخرها من الرعب اللي عايشة فيه وبتعرض على أمها إيه رأيك ننقل المدينة بدل ما إحنا محبوسين هنا. فأمها بتحس إن بنتها فيها حاجة وبتسألها أنت متخانقة مع أصحابك في المدرسة؟ أنا ملاحظة إن بقالك كام يوم حابسة نفسك في الأوضة وما بتخرجوش خالص. ولأن مينا ما عندهاش جرأة تواجه أمها بالمصيبة اللي هي فيها فبتقفل الكلام وبتمشي وتسيبها. وأول ما بتخرج من البيت بتلاقي الشيطان كيم واقف قدامها مبتسم وبيقولها وحشتيني، بقى معقولة تتجاهلي رسايلي بالمنظر ده؟ فبتتجنن ازاي عرف مكان بيتها وجاب الجرأة منين انه يجي لها لحد هنا. فبيفضل يتريق عليها واللي هو انت نسيت انك في الشهر اللي ارتبطنا فيه حكيتي لي قصة حياتك ومكان سكنك والمطعم اللي امك فتحته عشانك لانك بتحب الاكل الجاهز. وهنا بقى بتبقى منها جابت اخرها من الجحيم اللي معيشة فيه وبتنزل على رجليه وبتفضل تترجى سيبني في حالي واوعدك اني مش هعرف اي حد اللي حصل ما بيننا لاخر يوم في عمري. لكن كيم ما بيبقاش فارق له حاجة، ده كمان بيبقى جايب صحابه معاه لان سبوبة الفيديو جابت له فلوس حلوة فحابب يكرر الموضوع وبيديها ازازة الاعشاب اللي فيها المنوم وبيهددها يا اما تشربيها زي الشاطر عشان نخلص الليلة يا اما صورك هتنتشر على جروب المدرسة. وساعتها مينا من كتر الخوف والضعف اللي جواها بتشربها وبتعيش العذاب ده لتاني مرة. وفي عز ما بتكون منهارة وحاسة انها في كابوس مش هتخرج منه ابدا بتبقى سون بتمر بنفس المشاعر، لكن بتحاول تدور على حل وبتتصل بامها وبتسألها معاك رقم تشان لأنه الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدها بسبب إنه كان بيشتغل ضابط. وفي الوقت ده بنشوف تشان وهو في السايبر بتاعه وبيكون باين عليه إنه على الله إن شاء الله، لدرجة إنه قاعد بيرازي في الأطفال اللي بيلعبوا جنبه وعمال يعدل على تربيتهم وجوه أنا مش عارف الجيل ده لما يكبر هيكون عامل إزاي. وفجأة بيلاقي سون داخل عليه فبيتوتر وما بيبقاش عارف يجمع كلمتين على بعض، ولأنها بتكون عايزة تكسر الإحراج اللي ما بينهم فبتسأله أنت سبت شغلك في الشرطة من إمتى؟ وقبل حتى ما يجاوبها بتدخل في السؤال اللي بعده على طول انت تعرف حاجة عن كيم؟ وهنا بقى بنكتشف الصدمة لأن سون هي مينا في الماضي، يعني الاتنين نفس الشخص، وللأسف من حظها انها بتمر بنفس التجربة لتاني مرة. أما تشان فكان الضابط المسؤول عن الحادثة في الماضي قبل ما يسيب شغله، لأن بعد ما كيم نشر الفيديو بتاع مينا الموضوع انتشر والقضية اتحولت لرأي عام لدرجة ان مينا ما كانتش بتقدر تتحرك في الشارع لأن الصحافة كانوا بيلاحقوها في كل حتة. ووقتها تشان كان حاسس بالذنب لأن المفروض التحقيقات كانت سرية حفاظا على خصوصيتها، لكن في حد ابن حلال سرب الخبر للصحافة. ولأن سون ما بتبقاش حابة تعيد نفس الغلط مرتين فبتكذب على تشان وبتفهمه إني بدور على كيم عشان حابة استفسر منه على حاجة، لكن تشان ما بيبقاش مقتنع بكلامها وبيوصل لها إن من ساعة ما ساب الشرطة واتنقل من القرية بقى في حاله وما عندوش أخبار عنه. وفي عز ما بتكون سايقة عشان راجع البيت بتدخل فجأة في بانيك أتاك وما بتبقاش قادرة تاخد نفسها بسبب إنها افتكرت كل الذكريات اللي كانت ردمها جواها بقالها سنين. وساعتها بتقف على الطريق بسرعة وبتاخد من المهدئ اللي ما بيفرقش شنطتها طول الوقت عشان تقدر تعيش حياتها من غير ما يبان عليها المعاناة. أما تشان فبيتواصل مع واحد من ضباط المعرفة عشان يجيب آخر الأخبار اللي تخص كيم، فبيصدموا إنه مطلوب للعدالة بتهمة إنه بيصور البنات الصغيرة والطلبة فيديوهات اعتداء وبينزلها على المواقع، بس لسه لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا مكانه. وعلى الناحية التانية بنلاقي شخص غامض اسمه يونج لابس كاب اسود ومغطي نص ملامح وشه تقريبا وبيمشي في الشارع عمال يبص حواليه زي اللي عامل مصيبة وخاف يتقفش، وفجأة بيقف جنب عربية مش باين من الشخص اللي جواها وبيستلم ظرف مليان فلوس. والغريب ان ابنه اللي ما عداش 13 سنة بيكون حابس نفسه في الأوضة قدام الشاشة وبيتفرج على فيديوهات الاعتداء على الطلبة اللي بتنزل في الموقع الإباحي. أما سون فبتعزل نفسها عن العالم كله حتى خطيبها بتبطل ترد عليه. وفجأة بيجي لها رسالة من الماستر بيطلب منها قابليني في مستودع المدرسة لو عايزة تعرف الحياة كلها. فمن غير أي تفكير بتجري على هناك، ووقتها بتكون الصدمة لأنها بتلاقي حد سايب لها إزازة دواء الأعشاب اللي كيم كان بيحط لها فيه المنوم زمان ومعاه ورقة مكتوب فيها جاهزة.
وفي نفس الثانية بتتخيله واقف وراها وماسك كاميرا بيصورها، فبتدخل في حالة انهيار وبتفضل تصرخ وتعيط. ولما بتهدى وبتستجمع نفسها شوية وبتخرج من المستودع، بتشوف هيون رئيس الفصل من الشباك واقف ورا المبنى مع واحدة وبيتخانق معاها، فبتستغرب لأنه من الطلبة المتفوقين ومالوش في المشاكل. وبعدها لما بتدخل الفصل عشان تشوف الشغل اللي وراها، بيجي لها رسالة من الماستر: انتي ما نفذتيش الأوامر وأنا كده زعلان. وفجأة بتلاقي كل الطلبة اللي حواليها ماسكين الموبايلات عشان جات لهم رسائل من رقم الماستر، وبينوه إنه هيبعت لهم صور لواحدة منهم. وفي الثانية دي بقى سون بتبقى بتعيش أصعب لحظات حياتها، وبتفضل تصرخ وبتقول لهم: اقفلوا الموبايلات دي بسرعة، احنا في الحصة. ولما بتلاقي محدش فيهم مركز معاها أصلا عشان عندهم فضول يعرفوا صور مين اللي هتتبعت، التوتر بيزيد معاها لدرجة إنها بتستخبى تحت الترابيزة. ولما الصور بتوصل بتتفاجئ إنها صور يانج، واحدة من الطلبة اللي أول ما بتلاقي أصحابها بيبصوا ناحيتها بتجري من الفصل بسرعة لأنها ما بتبقاش قادرة تواجه الموقف. وساعتها سون بتطلب من هيون يلم كل الموبايلات عشان يمسحوا الصور، وبتخرج ورا يانج بسرعة عشان تدور عليها، لحد ما في الآخر بتلاقي قاعدة بتعيط في الحديقة. فبتفضل جنبها لحد ما بتهدى، وبتقترح عليها تبلغ البوليس عشان يجيب لها حقها. لكن يانج بتكون مرعوبة الخبر يوصل للإعلام، وبدل ما تفضح على مستوى المدرسة تفضح في الدنيا كلها. وبتحكي لها وهي بتعيط إن الموضوع بدأ لما جالي رسالة من الماستر بيقول قبله في المستودع، فكنت فاكرة إن الموضوع كله مجرد لعبة مش أكتر. ولما رحت لقيت إزازة أعشاب، وبعد ما شربتها حصل اللي حصل. وفي الوقت ده سون بتبقى دماغها في حتة تانية خالص، لأنها بتلاحظ إن الشراب اللي يانج لابساه هو نفس شراب البنت اللي كانت بتتخانق مع هيون ورا المبنى. وأول ما بترجع البيت بتلاقي خطيبها مستنيها لأنها نسيت ميعادهم مع منظم الفرح، فعشان تحسن موقفها شوية بتحكي له على اللي حصل مع يانج. وساعتها بيديها رد بيقفلها من الدنيا باللي فيها، ولو أنا متعاطف معه كل حاجة بس ما أكيد يعني هي كمان اديتهم وش ده غير إن طالما الصور والفيديوهات انتشرت يبقى خلاص كده حياتها اتدمرت. فسون بتحاول تتخطى اللي سمعته، وتاني يوم لما بتروح المدرسة بتتكلم مع يانج وبتسألها عن طبيعة علاقتها بهيون لأنها شافتهم بيتخانقوا مع بعض، وده خلاها تبدأ تشك إن ممكن يكون ليه يد في اللي حصل فيها. فيانج بتحكي لها القصة من الأول خالص، لأن من سنة بالظبط كنت معجبة بيه واعترفت له بمشاعري، فاستغل ده ضدي وبقى يطلب مني أروح معاه الشقة. وفي مرة استخدمت الكمبيوتر بتاعه واتصدمت إنه مليان صور وفيديوهات بنات، ومن ضمنهم فيديو ليا وأنا معاه. ولما طلبت منه يمسحهم هددني إن لو جبت سيرة لحد هينشر الفيديوهات في كل حتة ويفضحني. وبالرغم من إن سيون بتكون متعاطفة معاها جدا، لكن في نفس الوقت بتبقى حاسة إن في حاجة غلط، لأن شخصية هيون طول الوقت هادي وما يبانش عليه إنه يطلع منه كل ده. وبما إنها مش قادرة تتخطى كلام خطيبها ليها آخر مرة، فبتقرر إنها تبعد عنه. ولما بيستغرب اختفائها وبيعدي عليها في البيت، بيتفاجئ إنها غيرت الرقم السري بتاع الباب عشان ما يقدرش يدخل تاني. وبتفضل حابسة نفسها الأيام لأنها مش قادرة تستوعب مين اللي عمل فيها كده، ويا ترى هيون فعلا لقيت في الموضوع ولا كيم حب يصحي جراح الماضي من تاني. وعشان كده بتتصل بتشان وبتسأله وصلت لإيه بالظبط، فبيبلغها إن كيم هربان لأن عليه قواضي كتير، وبيسألها أنت عايزة منه إيه بالظبط وعملك حاجة تاني. فبتقفل معاه في الكلام لأنه آخر شخص ممكن تثق فيه، وبتشكره على مساعدته ليها. ومن الوقت ده بتقرر إنها تدور ورا الحقيقة بنفسها، وبتستنى هيون قدام المدرسة. وأول ما بيخرج بتفضل ماشية وراه عشان تعرف بيعمل إيه بالظبط في حياته. وساعتها بتلاقي وش جديد لهيون لأنها بتشوفه بيشرب سجاير وبيدخل بار، فبتغطي وشها بالشال اللي لابساه وبتدخل وراه بسرعة، وبتحاول تبص من ورا الباب عشان تعرف مين اللي معاه. لكن فجأة بتلاقي واحد من صحابه بيلاحظ وجودها، فبتجري بسرعة قبل ما يمسكوها. والغريب إن هيون وعصابته بيفضلوا وراها، ولولا إن تشان بيظهر فجأة وبيشدها من إيديها وبيستخبوا في شارع مهجور كان زمانهم مسكوها وتسلوا عليها. ووقتها بتسأله أنت بتراقبني من إمتى بالظبط وليه؟ فبيعرفها إن من ساعة ما كلمتيني وأنا متأكد إن في مصيبة كبيرة لدرجة إنك مش قادرة تبلغي حتى، فكنت بحاول أحميك مش أكتر. ولما بيحس إنه مش هيقدر ياخد منها معلومات مفيدة بيقترح عليها إيه رأيك أكون صريح معاكي فتحكي لي أنت كمان إيه اللي بيحصل. وبيوضح لها إن الحادثة بتاعت زمان هو اللي سرب خبرها للإعلام مقابل الفلوس، ومن وقتها وإحساس الذنب بيطرد، وده السبب اللي خلاه يقدم استقالته. فسون بتتقفل منه أكتر وبتقوله أنت بتفضفض عشان تريح ضميرك يعني؟ على العموم أنا أصلا مش فارق معايا حاجة، خلاص اللي حصل حصل، بس لو لمحتك في حتة تاني هتلاقي رد فعل مش هيعجبك. وبتمشي وتسيبه. وساعتها تشان بيحس بالذنب أكتر، وعشان كده بيكمل بحث في القضية عادي جدا، وبيقفش واحد من عصابة هيون وبينزل فيه ضرب عشان ياخد منه معلومات بسهولة بدل الفرهدة. فالتاني بيوضح له إن هيون واحد مننا بس لسه مستجد يعني لأنه أعلى منه في المرتبة، وبعدين ده من غير أبوه ولا يسوى لأن الحاج بيشتغل مدعي عام.
فتشان بيسجل كل ده وبيدخل بقى في المهم وبيسأله انتوا ليه كنتوا بتطردوا البنت اللي في البار؟ فبيوصلوا ان الأوامر بتجيلنا من واحد اسمه ماستر واحنا بننفذ مش أكتر، وبعد كده بيبعت لنا الفلوس وهو اللي طلب اننا نراقب سون ونصور فيديو إباحي. فتشان بيتصدم لأن بالرغم من شكه ان ده اللي حصل معاها كان يتمنى من جوانا تبقى تخاريف مش أكتر. وبعدها لما بيقابل الضابط اللي بيبلغه بآخر المستجدات بيفهمه ان الطالب هيون اتقبض عليه من فترة بسبب فيديوهات الاعتداء بتاعة الطلبة الصغيرين اللي كان بينزلها على موقع إباحي، وبما انه لسه طالب فالقانون بيمنع سجنه، يعني من الآخر خد تحذير وخرج عادي جدا. بس الفكرة بقى ان هيون واللي زيه مجرد عروسة لعبة في ايد اللي اعلى منهم، لان هو اللي بيحركهم وبيديهم الأوامر. ولما تشان بيجمع كل المعلومات دي مع بعضها بيترجم ان اكيد كيم هو الماستر، لان كل ضحاياه طلبة صغيرين في السن. ومن غير اي تفكير بيفضل يتصل بسون لحد ما بترد عليه وبيفهمها اني مستنيكي تحت البيت عشان عندي معلومات مهمة لازم تعرفيها دلوقتي حالا. فبتعصر على نفسها ليمونة وبتنزل معاه عشان تشوف اخره. ووقتها بيوضح لها ان احتمال كبير الماستر يبقى كيم، بس الاهم من كل ده ان ما ينفعش تتصرفي من دماغك وتراقبي هيون من ورايا لان ممكن يصوروكي تاني. فمجرد التخيل بيخليها تتوتر جدا وبتوعده ان لو حصل اي جديد هتواصل معاك الاول. وعقبال ما بيقوم يحاسب ويرجع بيلاقي سون فقدت الوعي لان صورها انتشرت على النت، فبيفضل معاها لحد ما بتفوق وبيوصلها البيت. والمشكله ان حتى لما بيحاولوا يدوروا ورا الاكاونت اللي نزل الصور بيكتشفوا انه متهكر واللوكيشن بتاعه ظاهر في بلد اجنبيه. اما سون فبتحس ان الكابوس اللي عدت منه بيعيد نفسه من تاني، وبتحبس نفسها في البيت لان ما بيبقاش عندها قدره تواجه العالم. وفي عز ما تشان بيكون على اخره عشانها بيلاقي الصحفي اللي سرب له معلومات القضيه زمان جاي له مخصوص عشان ياخد منه اي معلومه كده ولا كده، وبيحط له ظرف مليان فلوس في جيبه لان دي الطريقه الوحيده اللي بتجيبه، وبيوصل له ان ما تخلينا نعيد امجاد الماضي من اول وجديد وانا اكسب وانت تكسب. فتشان بيمسك نفسه عليه وبيقول له طب تعالى نتكلم في مكان هادي احسن، لان الحيطان ليها ودان. وبياخده في حته فاضيه وبينزل فيه ضرب لحد ما بيطلع الطاقه اللي جوه كلها، وبيحذره انك لو نزلت اي حاجه تخص القضيه ولا فكرت تشهر بيها هيبقى اخر يوم ليك في الشغلانه. وعلى الناحيه التانيه بنلاقي سون حابسه نفسها في الحمام وجنبها جواب وداع لامها لانها ناويه تنهي حياتها، وبتبقى عماله تتفرج على صورها هي وخطيبها عشان تودعه هو كمان. لكن فجأة بيحصل حاجة بتشقلب كل الموازين لأن الماستر بيبعت لها رسالة فيها فيديو ليانج وهي مربوطة في كرسي وعمالة تنادي عليها عشان تنقذها، وبيبقى معاه عنوان المكان. وطبعا بيأكد عليها تيجي لوحدها لأنها لو فكرت تشغل دماغها وتبلغ البوليس هينزلوا الصور ويفضحوها. وفي الوقت ده سون بتدخل في صراع ما بين إنها ترفع الراية البيضاء وتستسلم وتنهي حياتها، ولا تقوم بدورها كمدرسة وتساعد الطالبة اللي بتستنجد بيها. وبتفتكر كلام يانج لما قالت لها أنا مش عايزة أعيش حياتي جبانة واضطر إن أهرب وغير شخصيتي واسمي وأفضل مستخبية العمر كله. وفعلا الكلام ده بيأثر مع سون وبترمي الجواب اللي كانت كاتباه في الزبالة، وبتبعت رسالة لتشان عشان تبلغه إنها في طريقها عشان تساعد يانج. وأول ما تشان بيشوف الرسالة بيتحرك وراها على طول عشان يلحقها قبل ما يعملوا فيها حاجة. وبعدها بتبقى سون لسه واصلة على العنوان وبتتفاجئ إنه مبنى مهجور، وأول ما بتدخل بتلاقيهم سايبين لها إزازة دواء أعشاب. وبالرغم من إنها مستوعبة إنها تغيب عن الوعي لكن بتشربها حاجة لأنها مستعدة تعمل أي حاجة عشان تنقذ يانج. وأول ما بتفوق من تأثير المنوم بتلاقي نفسها مربوطة في كرسي وحواليها كذا شخص لابسين قناع ومغطين وشهم، ومن وسطهم كلهم بتقدر تتعرف على هيون لأنه بيكون واقف على جنب في حاله. وساعتها بتسأله أنت ليه بتعمل كل ده؟ أكيد هم اللي أجبروك مش كده؟ عرفني الحقيقة وأنا هقدر أساعدك. فبتلاقي بقية الشباب عمالين يتريقوا عليه، ومن الواضح كده إنه فعلا مجبر على كل ده. وأول ما بتسألهم على يانج بتسمع صوتها وهي عمالة تنادي عليها وبتقولها انقذيني من هنا بسرعة قبل ما يأذوني. وفجأة بتاخد الصدمة لأنها بتلاقي يانج داخل على رجليها عادي جدا وعمالة تضحك، وبتسألها أنت بجد الأسطوانة دخلت عليكي وصدقتي إن ضحية قد إيه أنت مغفلة؟ فسون من الصدمة بتبقى قاعدة مش فاهمة حاجة، واللي هو طالما أنت من ضمنهم أمال ليه موضوع الصور اللي انتشرت دي؟ فبتوضح لها إن في بنات كتير مستعدة تعمل أي حاجة حتى لو هنصورها مقابل الفلوس، يعني مجرد تركيب مش أكتر. أما بالنسبة لهيون فبتحكي لها القصة الحقيقية لأن هيون هو اللي كان معجب بيا وحاول يعترف لي، فاستغليت الموضوع لصالحي وخليته يساعدني في تصوير فيديوهات مع البنات عشان أهددهم بيها. ولما حسيت إنه زهق من الموضوع وحابب ينسحب بعد ما اتقبض عليه بقيت بهدده بالفيديوهات اللي معايا لأنه ظاهر فيها، وطبعا لو أبوه شم خبر الدنيا هتتقلب فوق دماغه. ووقتها هيون بيعتذر لها لأنه مش حابب اللي بيعمله، بس في نفس الوقت مفيش في إيديه حاجة عشان يساعدها بيها. وهنا سون بتتصدم لأنها ما بتبقاش مستوعبة إن شوية طلبة هم اللي بيعملوا كل ده، وبتسأل يانج عينة الماستر فبتضحك بسخرية واللي هو كان نفسه والله بس للأسف مش أنا، لأ أنا مجرد وسيط في النص بينفذ الأوامر وبياخد فلوس في المقابل. وبعد ما سون كانت حاسة بالتعاطف ناحيتهم لأن اللي فوقيهم بيستغلهم بأبشع الطرق
بتستوعب إن هما اللي مدين له مساحة لده ومستعدين يبيعوا نفسهم أكتر من كده كمان مقابل القرش، وبتستحلف ليانج إنها هندمك على كل لحظة عملت فيه حاجة غلط. فيانج بتفضل تضحك بسخرية لأنها مستغربة الثقة اللي بتتكلم بيها، وبتفتح لايف عشان تصورها وتفضحها لتاني مرة. وفي اللحظة دي بقى بنلاقي تشان وصل بالسلامة وبمنتهى الثقة بيقول لهم أنا هربيكم من أول وجديد وأعلمكم الأدب، وبيهجم عليهم. وفي أقل من كام دقيقة بنلاقيه مرمي على الأرض وقلع هدومه ومربوط جنب سون وجسمه كله كدمات. أصل معلش يعني الكترة بتغلب الشجاعة برضه، وبيبقوا لسه هيصوروه هو كمان، لكن بيسمعوا صوت عربيات الشرطة فبيجروا بسرعة عشان يلحقوا يهربوا قبل ما يتمسكوا. وفي الوقت ده بنلاقي سون بتقوم من على الكرسي عادي جدا لأنها كانت فاكة الحبل اللي حوالين إيديها من بدري، بس كانت سايبه لهم نفسها عشان تكتشف الحقيقة، وبتجري ورا يانج بأسرع ما عندها. وأول ما بتمسكها بتنزل فيها قلم ورا التاني عشان ترد لها شوية من اللي عملته فيها، ولولا إن الضابط بياخدها من تحت إيديها كانت كملت عليها عادي جدا. وفي الوقت ده بقى بيقدروا يوصلوا لرقم الماستر الحقيقي من على موبايل يانج، وبيحاولوا يتتبعوا مكانه عشان يوصلوا له في أسرع وقت قبل ما يكتشف اللي حصل ويهرب. وساعتها سون بتقفش في الضابط وبتطلب منه تروح معاه لأنها لازم تكتشف من المجرم الحقيقي، لكن تشان بيرفض لأنه بيكون عارف إن في خطر على حياتها، وبيعرض عليها تروح المستشفى الأول عشان تعالج الإصابات اللي عندها، وبعد كده نبقى نروح أنا وإنتي وماما وبابا وناهد وكلنا. وفي عز ما سون ما بتبقاش مرتاحة لأنها عايزة تكون معاهم بأي طريقة، بتبقى الشرطة اكتشفت إن الرقم ده بتاع يونج، الشخص الغامض اللي كان بيمشي في الشارع متداري وابنه بيتفرج على فيديوهات الاعتداء. وبنعرف إن مطلوب القبض عليه من مدة لأن عليه تهمتين: توزيع حسابات متهكرة وغسيل أموال. وأول ما الضابط بيكتشف عنوانه بيبعته في رسالة لتشان وبيأكد عليه يجي لوحده من غير سون، لكن سون بتبقى لازقة فيه زي اللبانة لأنها متأكدة إن ممكن يغدر بيها في أي لحظة ويمشي ويسيبها. ولما الشرطة بتوصل على العنوان بيقابل يونج بالصدفة على الباب، فطبعا من غير أي تفكير بيجري منهم بسرعة قبل ما يقبضوا عليه، فبيفضلوا وراه لحد ما بيمسكوه. والغريب بقى إن لما بيسألوه عن الفيديوهات اللي كان بيصورها والطلبة اللي بيحركهم زي العرايس اللعبة بيتصدم لأنه ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ده، وبيقول لهم أنا محتاج محامي. وعلى الناحية التانية لما سون وتشان بيوصلوا على العنوان بتصمم إنها تدخل بيته من باب الفضول عشان تشوف الطريقة اللي عايش بيها. وأول ما ابنه بيشوفهم بيتفسحوا في المكان عادي كده بيترعب وبيفضل واقف مكانه وبيعيط، فسون بتحاول تهديه اللي هو احنا مش جايين نأذيك على فكرة، ما تخافش مننا. أما تشان فلما بيركز شوية في التفاصيل بيلاقي شهادات تقدير متعلقة في كل حتة في مجال البرمجة تخص ابن يونج، وعشان يتأكد من الشك اللي جواه بيطلع موبايله وبيتصل على رقم الماستر. وهنا بتكون الصدمة لأن الموبايل بيرن في جيب ابن يونج، يعني من الآخر كده الماستر بيكون عيل معداش 13 سنة أصلا. ولما بيستجوبوه بيكتشفوا إن أبوه في الأول كان شغال في موضوع الفيديوهات دي، بس لما الشرطة بدأت تركز وقبضوا على أكتر من شخص وقف كل حاجة. لكن للأسف الموبايل اللي عليه الأرقام وقع في إيد ابنه، ومن باب الفضول والتسلية كمل في نفس الطريق على أساس إنها لعبة مش أكتر، وبما إنه قانونيا مش هينفع يتسجن فبياخد تحذير وبيخرج عادي جدا. وفي الوقت ده سون بتحس إنها مرتاحة إن المجرم طلع في الآخر مجرد طفل بيجرب حاجة جديدة من باب الفضول، وأكيد مع شوية تأهيل نفسي هيقدر يتحسن. وساعتها الضابط بيبلغها إن حتى كيم خلاص ما بقاش موجود لأنه ما قدرش يكمل حياته بالتهم اللي عليه وخلص على نفسه. وهنا بقى تشان بيديها هدية جواها النضارة بتاعتها اللي كانت بتلبسها وهي طالبة قبل الحادثة، على أمل إنها تبطل تهرب من الماضي وترجع لشخصيتها القديمة من تاني. الفيديو ده كتبته منا بيومي وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه أحمد العربي. سلام.